السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم جيتكم في هذه الوصفه، يعني عجينه واحده نشكلوا زوج اشكال كما راكم تشوفوا معايا هنا. الهليلات مع الصابلي كاري هذا جو بنان وجو تاني خفاف كما راكم تشوفوا. الصابلي درتو هكا يعني بشويه سكر غلاس وتاني هذاك الهليلات درت لهم هكذا يعني هاد الشوكولا، وتاني في نواه كوكو على الاطراف زي ما نطولوش ونروحوا مباشره لطريقه التحضير. اذا انا البنات عندي بيضه كامله مع زوج حبات تاع الصفر، وعندي كاس تاع مايزينا وكاس تاع سكر غلاس، وعندي لنا العصره تاع القارص لافاني مع باكي خميره الكاطو، لنا مارغرين تاع ماني، ومع الزيت. انا راح نخلط هذاك المارغرين مليح، يعني لازم هذاك المارغرين نخلطو مليح مع هذاك البيض. نخلطوه يعني تريبيان. لهنا تقدروا ديروا تستعملوا الباتور ولا الفول كيما تحبوا. انا نحب هكذا، يعني كي تكون هكذا كميه كبيره نحب نديرو بيديها خير. ندير هذيك لافاني وندير الزيت، يعني تقريبا حوالي 2 مغارف، يعني ما نكثرش الزيت. وتاني هذاك الزيت يعني يعطي لها هشاشه مليحه للصابلي. لأنا درت هذيك سكر غلاس، قلت لكم نديروا كاس تاع سكر غلاس، ونخلط كامل هذوك المقادير، يعني مليح مليح نخلطوهم مليح حتى يتجانسوا كامل هذاك السكر مع البيض والمارغرين. ونضيفوا هذاك الكاس تاع المايزينا، نزيدو نخلطو ونضيفو هذيك العصرة تاع القارص. اللي ما تحبش دير القارص يعني دير تكتفي غير بلا فاني. لأن نحاول نخلطو مليح حتى يعني يولي هذاك المواد، يعني المارغرين تولي لي كريمه كيما راكم تشوفوا معايا. انا راح ندير في الفرينه، ندير هذاك باكي تاع خميره الكاطو، نخلط مليح، يعني نحاول فقط نلموها يعني ما تحجنوهاش. الصابلي ما لازمش يعني يتحجن، غير تلمو فقط برؤوس الاصابع وتكون العجينه طريه هكذا كيما راكم تشوفوا هنا البنات. العجينه جات طريه كيما راكم تشوفوا. انا راح نقسمها على زوج كيما راكم تشوفوا في الصوره. درت يعني قلت لكم درت هذوك الهليلات مع هذاك الصابلي العادي يعني تاع اللي موالفين نديروه. انا حليت هذيك العجينه الاولى، راح نحلها كامل مليح، يعني العجينه ما تكونش رقيقه ما تكونش خشينه، يعني كيما الصابلي اللي موالفين نديروها. عندي لنا هذا الطبق هكذا كاري هكذا يعني نديرو السمك يعني يكون رقيق شويه باش ما تجيناش الصبلي تاعنا يعني يجينا خشين، لازم يكون رقيق شويه كيما راكم تشوفوا معايا هنا في الصوره. يعني نطبعوه كامل يعني نفس الطريقه هكذا كيما راكم تشوفوا معايا. اذا لنا البنات نكملهم كامل بنفس الطريقه ونحطهم في سنيوه اللي يدخل الفرن. انا بعد ما كملتهم كامل كما راكم تشوفوا نحطهم في الكوشه يعني يطيبوا. لنا جينا على العجينه الثانيه، انا حليتها الثاني وعندي هذا الطبق تاع الهليلات كما راكم تشوفوا معايا. يجي الشكل تاعو مليح وهايل هكذا. لكم يعني هاد العجينه يعني شكلت بها زوج اشكال، هذا الصابلي وهذا الهليلات، يعني تقدروا تشكلوا واش يعني تحبوا. انا كملهم كامل بنفس الطريقه ونحطهم في السنيوه اللي يدخلوا الكوشه، نحطهم يعني يطيبوا، غير تشوفوهم برك يعني خذوا هذيك يعني التحميره تاع الدغي هذيك وطفيوا عليها.
انا بعد ما طابولي هادوك لي صابلي تاعي انا درت لهم هكذا ديكور يكون خفيف بزاف، من السكر اكلاص هكذا كيما راكم تشوفوا. حكمت هذيك يعني حكموا اي حاجه عندكم، يعني اي حاجه باش يعني تحطوها هكذا في النص في الصابلي هذاك، باش يعني تحطوا ترشوا عليه السكر غلاس هذاك. تقدروا تاني ديروا يعني شويه معجون وتحطوا يعني ترمدوه في الكاوكاو، يعني كيما تحبوا هكذا. يعني حطوه اي حاجه يعني في النص باش يعني تحصلوا على هذا الشكل، يعني نص تاع الصابلي هذا. ما قدر نرشوه يعني لازم كي نرشو هذا السكر غلاس لازم هذا ولي الصابلي هذاك من الفوق لازم يكونوا شويه سخونين باش يشد لكم هذاك السكر هذاك. كيما راكم تشوفوا هنا. اذا انا نكملهم كامل بنفس الطريقه ونروحوا للتزيين. هادوك القاعده تاعهم. وعندي لهنا معجون، راح ندهن هذاك السطح تاع هكذا بالمعجون. يعني هذا الصابلي هو عشاق يعني الميدة. راح نلصق هذيك الحبة من الفوق، وهذيك الثقبة نحط فيها المعجون هكذا، تجي يعني روعة. هاي ليك البنات كما راكم تشوفوا، يعني جا الشكل ولا اروع. البنات اللي يعني اللي دخلوا معنا جدد في القناة ما تنسوناش بالاشتراك وتضغطوا على زر الجرس حتى يوصلكم كل ما هو جديد. ما تنسوناش بالبرتاج مع الاصدقاء والاحباب هكذا باش تعم الفائده. وما تنسوناش هذاك الجيم باش يطلع لنا الفيديو باش يشوفوه اكبر عدد من المشاهدين. انا هنا نكملهم كامل هكذا بنفس الطريقه، ونروحوا التزيين تاع الهليلات. هذا هو الشكل، يعني الهليلات بعد ما طابوا شوفوا كيفاش يجوا هايلين. انا عندي شويه نواه كوكو كنت حمصته ودرت شويه تاع الكاكاو هنا، شويه معجون وحلوه الطرق باش يعني نعطيو شويه تاع الذوق هذاك تاع هذاك المعجون، يعني باش نغيروا هذاك الذوق تاع لي صابلي والهليلات. انا لصقتهم كامل، وهذاك يعني نديرو شويه معجون في الاطراف هكذا كما راكم تشوفوا معايا. ندير شويه معجون في الاطراف بعد اكيد بعد ما نلصقوهم كامل، ونرملهم في هذاك انواع كوكو. قلت لكم هذاك انواع كوكو حمصته ودرت شويه تاع يعني مغرفه صغيره تاع الكاكاو هكذا كما راكم تشوفوا معايا. انا راح ندير هذوك يعني هاد المعجون في الاطراف تاع الصابلي هذا نديرو كامل على الوجه هذيك في الاطراف عفوا، ونردو لهذاك نواه كوكو هكا كما راكم تشوفوا معايا. يعني نلصقوهم هكذا هكذا كما راكم تشوفوا. اذا انا نكملهم كامل بنفس الطريقه. انا بعد ما كملتهم كامل عندي شويه شوكولا راح نديرهم هكذا، يعني درت لها ثقبه صغيره فقط باش نحطهم هكذا يعني زيكزاك هكذا يكونوا رقاق هكذا كما راكم تشوفوا.
نكملهم كامل هكذا يعني بنفس الطريقة ونخليهم حتى ينشفوا هكذا. اذا انا نكملهم كامل بنفس الطريقة. لكم لنا بعد ما كملتهم كامل بنات يعني خلطتهم يعني حتى نشفوا كامل. وهذاك الشوكولا مع الهليلات هذا كيفاش يجوا، والصابلي تاني كيفاش يجي، الشكل يعني رائع وخفيف تاني. اذا لنا البنات ما تنسوناش بالاشتراك في القناة وتضغط على زر الجرس حتى يوصلكم كل ما هو جديد في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.